أستاذ علي، هل تعتقد أن الحكومة كانت يعني تحاول ترضي بعض النواب بإقالة أو بإبعاد أي وزير يسمى بوزير تنظيم؟ أنا أعتقد أن هذا ارتباك حكومي. أنا أعتقد هذا يؤكد ما نقوله بأن هناك تردد، هناك عدم وضوح في الرؤية. أعتقد أن هذا يعزز قناعاتي وقناعات الآخرين بأن ما نذهب إليه هو تفسير منطقي لهذه الظاهرة من التردد اليوم. لا يعتبر نوع من التعاون؟ سمه بما شئت، لكن في النهاية أنا أعتقد أن هذا هو نوع من أنواع الارتباك اللي ينعكس سلبا على المجتمع والدولة. هذه دولة، نعم، ويجب أن يكون لديها حكومة قوية، وهذه حكومة الكويت. عفوا، نريد أن تكون حكومة قوية قادرة واضحة تتحمل مسؤولياتها، تؤمن بالدستور وتتعامل ببنوده، وعلى الوزراء نعم أن يتحملون مسؤولياتهم. هذا كرسي الوزارة ما هو تشريف، هذا تكليف، وتتحمل مسؤولياته. وإن كان لا يفصل الاستجواب يصعد على المنصة، لكن كيف ما تبينا نسأل عن ملفات متورمة بأخطاء وتجاوزات ونكون لن نكون شهود زور. وأنا أعتقد النائب ضمير الأمة، ويجب ألا يكون شاهد زور ولا أن يمرر ويغير موقفه من قناعات وفق مصالح معينة. نعم. هذه قناعة متولدة لدي. لكن حتى نقول مصلحة البلد، مصلحة البلد تتطلب تعاون، وهذا مو ترف ولا من أحد. نعم. وفق نص المادة 50 يكون في تعاون بين السلطات مع فصلها، هذا هو نص دستوري واضح لا جدل فيه. لكن التعاون شنو هو؟ التعاون اتفق انا معك على تقديم قضية على ما عداها. التعاون ان انا ابديلك الاخطاء والملاحظات، وانك انت تاخذها بعين الاعتبار، مو تاخذها بالتسليك. النائب هذا والله ما عنده اغلبية يهمش رأيه، والنائب ذاك عنده مجموعة كتلة دخلت حكومة. هذا كلام مو منطقي. نحن نخشى اليوم على وزاراتنا ونخشى على جهاتنا الرسمية انها صارت وزارات متحزبة. نبقى بس في موضوع الاستجواب. انت كنت مؤيد لاستجواب نورية الصبيح، ولكن مقدم الاستجواب كان من ضمن الكتل الإسلامية، ولكن الكتل الإسلامية وقفت خلينا نقول ضد الاستجواب في طرح الثقة يعني. نعم. لماذا؟ أنا كنت مؤيد ومتحدث وموقعا على طلب طرح الثقة، ولو عاد الاستجواب لاتخذت نفس الإجراءات، ويعلم الله عز وجل وحده. نعم. إني لم أوقع إلا بعد أن استمعت إلى كل المرافعات واقتنعت واستقر ضميري. أنا لا يعنيني من مقدم استجواب ولا من يدعمه ولا شنو مصلحته، ولا هذا أمر بينه وبين الله. السلطة كانت في يده ومارسها. أنا يعنيني موقفي كنائب. نعم. موقفي كنائب أن أنا لا أريد من الكويتيين يفقدون الثقة في مجلس الأمة مثل ما فقدوها في الحكومة وإجراءاتها. كارثة بهذا الحجم، كل يوم يطلع بيان، يوم أكو يوم ماكو، معالجة خاطئة. هذه المعالجة الخاطئة هي تخلق عدم طمأنينة لدى الناس. ولكن الوزيرة كان على حسب اللجنة التعليمية كانت متعاونة، على حسب كلام هؤلاء، على حسب كلام قرار اللجنة أنها كانت متعاونة معنا، وبالتالي نحن خمسين نائب ولكل منا رأيه. كان هذا رأي علي الدرباسي وكان محافظ عليه وسيبقى محافظ عليه. لن نكون شهود زور، سنبذل ما نستطيع أن صحيح في سبيل مصلحة الكويت. والله ما عندنا مشكلة مع وزير التربية ولا وزير النفط ولا وزير الصحة، وكلهم أصدقاء وأقارب وأعزاء نعتز فيهم، لكن لن نجامل. وأنا أحمل المسؤولية حتى اليوم الكويتيين كلهم، لا تجاملون أحد. مصلحة الكويت مقدمة. والعبث بالوحدة الوطنية اللي قاعد يصير هذا نرفضه تماما. ما نبي مسمى بدو، حضر، سنة، شيعة، كل واحد بالنهاية كويتي يتساوى في حقوقه وواجباته أمام الدستور وأمام القانون. هذا العبث ما نقبل فيه. هذا العبث يخدم عدو الكويت. هذا العبث يفرق الوحدة الوطنية. نحن مسؤولين، ورثنا هذا البلد الجميل من أجدادنا اللي عملوا الدستور ورثوه من ورثناه من أبنائنا. نريد أن نورث الجيل اللي ورانا كويت نظيفة ما فيها تمييز عنصري ضد الناس، ما فيها تمييز عنصري مثل نظام الدوائر الانتخابية سيء الذكر. راح نرجع على الموضوع ده. عامل الناس بعدم خلنا في موضوع الاستجواب. الاستاذ مبارك، هناك من يقول ان